بنيجي نقرا القرآن بنلاحظ حاجة، بتلاحظ إن القصص بتاعة الأنبياء، بعض الأنبياء القصص بتاعتهم بتتكرر في كذا صورة، نفس الحدوتة نفس القصة بتتحكي تاني. وهو ليه القصص دي بتتكرر؟ طب ما كان ممكن تتحكي مرة واحدة والناس هتقراها وهتعرفها. آيات القرآن مقسومة نوعين: في آيات مكية نزلت في مكة، وآيات مدنية نزلت في المدينة. الآيات المكية هتلاقي غالب عليها الطابع اللي هو فيه تحدي، فيه وعيد، فيه تنبيه، فيه توعية بالدين. ايه هي الرسالة دي؟ دي طبيعة الآيات المكية، لأنها لما نزلت بتخاطب الكفار. الآيات اللي هتلاقي فيها تشريع، فرض فرائض، حد من الحدود، الكلام ده كله، أو هتلاقيها بتخاطب أهل الكتاب اليهود أو النصارى، دي بتبقى آيات مدنية. لأن في المدينة بدأ الاحتكاك مع اليهود، فبدأ اليهود برضو يطعنوا في الرسالة، فبدأت الآيات تنزل بتخاطب أهل الكتاب. هنيجي بقى للقصص، هتلاقي إن التحديات اللي قابلت الرسول صلى الله عليه وسلم وقت الدعوة في مكة عبارة عن إما ناس جاية عندها خبر الأمم السابقة فجاية تتحداه، فتنزل الآية تحكي الحدوتة عشان ترد على الناس اللي جاية تختبر الكلام ده. وبعض القصص لنفس النبي بتنزل علشان تحذر الكفار: خلي بالكوا، انتوا داخلين مش هاممكوا وبتقولوا ائتنا بعذاب الله، طب الأمم قبليكوا طلبوا نفس الطلب وحصل فيهم واحد اتنين تلاتة. عشان كده هتلاقي ان القصة الوحيدة اللي ما اتكررتش هي قصة سيدنا يوسف، ونزلت في سورة واحدة على بعضها عشان كانت نازلة تواسي الرسول صلى الله عليه وسلم وتصبره وقت عام الحزن. فالقصص تكرارها للتأكيد، وأسبابها مختلفة، ما بين إن هي بترد على تحدي وما بين إن هي بتحذر من عذاب، وهكذا.